Hello, welcome to Talks with إسراء. بما إننا داخلين على سنة جديدة هقولك على 10 حاجات محتاجة تبطليهم علشان تبقي أحسن نسخة من نفسك في السنة الجديدة. أنا عملت الماتشة بتاعتي وانتي كمان اعملي حاجة سخنة ويلا ندخل في الكلام على طول. أول حاجة هتبطلي تبقي قاسية على نفسك وتبطلي تقولي كلام زي أنا عمري ما هتغير، أنا هفضل تخينة، وتقعدي تأنبي في نفسك طول الوقت. اشتغلي على الحوار الداخلي والطريقة اللي انتي بتكلمي بيها نفسك، خليكي حنينة على نفسك شوية، عاملي نفسك كأنها واحدة صاحبتك وبتحبيها وبتخافي عليها. هل لو هي في مرة أكلت حاجة بتحبها علشان كانت متضايقة هتروحي تقولي لها انتي تخينة، انتي عمرك ما هتتغيري، انتي ما عندكيش إرادة، ولا هتقولي لها عادي معلش انتي المرة دي كنتي متضايقة فطلعتي مشاعرك دي في صورة أكل، ممكن المرة الجاية مثلا تجربي ان انتي تقري، ممكن تقومي تتمشي، ممكن تعملي رياضة، تعملي أي استرتشات، تحركي كده نفسك من المكان اللي انتي فيه. فساعتها لو انتي بتفكري في نفسك ان هي واحدة صاحبتك، حد براكي، حد بتحبيه وحد بتخافي عليه، هتعامليها احسن منك. لو انتي بتعاملي الناس بلطف وبتحبيهم ليه تبقي قاسيه قوي كده على نفسك؟ وعادي على فكره، كلنا بنغلط، كلنا بيكون عندنا مشاعر وبنروح احيانا نطلعها في صوره اكل. عادي، جسمك كان مضغوط وكان محتاج دوبامين وانتي اديتيله الدوبامين المره دي في صوره اكل، المره الجايه هتتعاملي مع جسمك بطريقه احسن من كده علشان انتي بتحبيه مش عشان بتكرهيه. تاني حاجه، هتبطلي تنتقدي نفسك، هتبطلي كده تفتحي الفلاش لايت وتقفي قدام المرايه وتسلطي الضوء على اماكن في جسمك وتقولي الجزء ده مش عاجبني، انا عندي حبوب كتير في بشرتي. هتبطلي تعملي كده وهتفكري نفسك ان التغيير ما بيحصلش في يوم وليله. انا لو بدات ان انا امشي على روتين مثلا لبشرتي عمري ما تاني يوم هلاقي الحبوب اختفت، اكيد الموضوع هياخد وقت. فبرضه نفس الكلام، لو انا بمشي على دايت اكيد عمري ما في يوم وليله هبقى عامله شيب معين او هوصل للجسم اللي انا بحلم بيه. الموضوع هياخد وقت، ولازم يكون الدافع ورا ان انت عايزه تتغيري ان انت بتحبي نفسك. فكريني كده، امتى اخر مره كنت بتقولي لنفسك كلام بتأنبي بيه نفسك او تقولي لنفسك انا بكره شكل جسمي او انا بكره شكل رجلي، وده كان دافع ليكي في ان انت تتغيري او تخسي؟ كل مره كنت بتقولي لنفسك فيه الكلام ده كنت تاني يوم بتصحي متضايقه وبتطلعي همك في الاكل فتزيدي وتتخني اكتر وتفضلي جوه الدايره ديت وعمرك ما بتخرجي منها. ارجوك اكسري الدايره دي بقى مره في حياتك وبطلي تنتقدي نفسك، وخلي الدافع الحقيقي ورا ان انت عايزه تتغيري هو ان انت بتحبي نفسك وبتتقبلي شكل جسمك. تقبليه وبعد كده ابدأي غيريه. احنا ما بنقولش ان احنا هنتقبل شكل جسمنا وهنقعد على الكنبه بقى ومش هنعمل رياضه ولا هناكل اكل صحي ولا هنعمل اي حاجه، لا مش ده خالص اللي انا بقوله. انا بقولك تقبلي جسمك علشان يكون الدافع الحقيقي ورا ان انت عايزه تتغيري ان انت بتحبي نفسك مش بتكرهيها. مفيش مره قلتي لنفسك فيها كلام وأنبتي نفسك بالكلام على ان انت تتقدمي وتتغيري وتحسني من نفسك، عمر ده ما كان بيأثر معاكي. واو. دلوقتي وانا بصور لكم الدنيا بتنزل تلج، احنا لسه في شهر 11 وما شاء الله it's already snowing في ألمانيا. المفروض اصلا ان احنا لما نكون واقفين قدام المراية نكون بنمدح في نفسنا مش بنذم فيها. فلو انتي مش قادرة ان انتي اصلا تمدحي نفسك، على الاقل ما تقعديش تقولي لنفسك كلام سلبي على جسمك، ما تقعديش تنتقدي شكل جسمك، وحبي نفسك وعامليها ان هي واحدة صاحبتك انتي حنينة عليها وبتحبيها وبتخافي عليها وعايزه لها النجاح وعايزه لها التقدم في كل حاجه في حياتها. تالت حاجه، هتبطلي تبقي منعزله عن نفسك في وقت الاكل وهتاكلي بطريقه مايندفول. هتقعدي وتاكلي الاكل وهتكوني مبسوطه بيه وتستمتعي بكل لقمه بتاكليها. كل ما تاخدي قطمه ابدأي كده جمعي النكهات، امضغي الاكل كويس جدا علشان تدي لجسمك فرصه ان هو يحس بالشبع ويقولك انا خلاص اكتفيت. ما تاكليش وانتي ماسكه الموبايل وسرحانه ولا وانتي واقفه عماله تلقطي، لا اقعدي على الترابيزه، امسكي كده الشوكه والسكينه وكلي بالراحه وامضغي الاكل كويس جدا. حطي الشوكه والسكينه في الطبق ما بين كل قطمه والتانيه، يعني امضغي الاكل كويس قوي وبعد كده ابدأي في القطمه اللي بعدها. ما تبقيش ان انتي بتحشري الاكل جوه جسمك، لا كلي بالراحه، كلي بطريقه يكون فيها اتيكيت، هتلاقي نفسك بتشبعي اسرع وبتستمتعي بالاكل. رابع نقطه، هتبطلي تاكلي وانتي مش جعانه. مش هتقفي كده في المطبخ وانتي بتحضري الاكل تقعدي تلقطي من الاكل، ولا هتلاقي مثلا حته ساندوتش متبقيه في طبق فتروحي واكلاها. لا، انا لما اجي اكل هاكل الوجبه بتاعتي واستمتع بيها واكون in the moment واكون حاضره في اللحظه. النقطه رقم 5 بقى، هتبطلي كسل وهتخلقي روتين في يومك للحركه. بدل ما بتقعدي تقولي لنفسك اصلا انا الجيم بعيد عليا فانا بكسل ان انا اروح الجيم، خلاص هاتي اوزان في البيت وابدأي اعملي لنفسك نظام ان انتي تتمرني في البيت. هاتي ستريتش بانز يا ستي واتمرني في البيت، اتمشي جوه الشقة،
لو انتي لسه مخلفه ما تتحججيش بالبيبي وتقولي اصل انا مش هعرف اسيب البيبي في حته وانزل اروح الجيم. خدي البيبي في الاسترولر وانزلوا تمشوا 30 دقيقه حوالين البيت، ممكن حتى في البيت تحطيه في الكارير وتتمشوا جوه الشقه. فما تقعديش تدي لنفسك مبررات ان انت ما تعمليش الحاجه، بالعكس دوري على بدايل ان انت ازاي تعملي الحاجه. لو انت مش عارفه تروحي الجيم اتمرني في البيت، لو حتى مش عارفه ان انت تجيبي اوزان اتمشي في الشقه، انزلي تمشي حوالين البيت. فالموضوع سهل جدا، ما تصعبيهاش على نفسك. النقطه اللي بعد كده هتبطلي تضيعي وقت على السوشيال ميديا. السكرولينج الكتير قوي ده على السوشيال ميديا هو ده اللي مخلي دايما عندك تشتت ومش عارفه تركزي في اي حاجه بتعمليها. وهتملي وقتك احسن بحاجه تفيدك، ممكن تقري، ممكن تسمعي بودكاست، ممكن تتفرجي على فيديوهات طويله تكون فيها معلومه بتفيدك، ممكن تتفرجي على الفيديوهات بتاعتي انا مثلا. وخلي بالك ان السوشيال ميديا بيعمل حاجه عندنا اسمها ادمان الدوبامين. الدوبامين ادكشن ده بيخلينا دايما طول الوقت بندور على حاجه تدينا سبايك كده سريعه للدوبامين اللي بتيجي بسرعه من السكرولينج على السوشيال ميديا، او بندور عليها في الاكل. فده برضو بيأثر على علاقتك بالاكل. فلو انت طول الوقت بتضيعي وقت كتير على السوشيال ميديا هتلاقي نفسك دايما شهيتك مفتوحه وبتاكلي بطريقه مش منطقيه. يعني انت جسمك مش جعان لكن هو بيدور على الدوبامين سبايك دي، فبيخليكي تروحي تاكلي. سابع حاجه هتبطلي تعملي كل حاجه باستعجال. مش هنقعد نجري ان احنا نخلص التاسك ده ونخش في اللي بعده. انت لما بتكوني مستعجله وبتجري دايما ان انت تنجزي الحاجات، ده بيعلي الكورتيزول عندك وبيخليه يضرب في السماء، وهو ده سبب ان انت مش عارفه تخسي. وجسمك بيخزن دهون في منطقه البطن، بيخليكي متوتره دايما وبتتعصبي من اقل حاجه. فالاحسن ان احنا نعمل حاجه بهدوء وناخد وقتنا فيها ونستمتع ونبدع فيها. وده اللي هيساعد ان انت تخرجي من الفايت اور فلايت مود اللي انت حاطه دايما في جهازك العصبي طول الوقت، كأن في اسد واقف قدامك وبتحاولي تهربي منه طول الوقت. رقم 8 بقى، هتبطلي ما تاخديش وقت ترتاحي فيه في خلال اليوم. اقعدي 5 دقايق ما بتعمليش اي حاجه، اعملي فيها تمارين تنفس، اعملي فيها تمارين تهدئه الجهاز العصبي، اقعدي حتى ان شاء الله تبصي فيها على السقف. المهم ان انت بتاخدي وقت في اليوم ما بتعمليش فيه حاجه، والوقت ده ما يكونش ليه اي علاقه بالاكل. خلي بالك ان المي تايم ملوش اي علاقه بالاكل. كل الناس على السوشيال ميديا بتصور ان المي تايم ده ان العيال دخلوا يناموا وانا ما صدقت بقى هجيب الشيبس ولا هجيب الكوكيز واقعد اطلع بقى همي وهم اليوم في الاكل. لا، المي تايم ملوش اي علاقه بالاكل. احنا بنقعد نستمتع كده بالهدوء، نتنفس، نقرا، نعمل جورنالينج، نطلع كده كل افكارنا فنفضي الدوشه اللي في مخنا. وخلي بالك ان انتي لو ربطتي وقت الراحه بالاكل جسمك هيفهم ان هو ما بيرتاحش غير وهو بياكل، فهيخلي شهيتك مفتوحه ويبعتلك اشارات ان انتي تاكلي وانتي اصلا مش جعانه. رقم 9، هتبطلي شكوى وانتقاد لكل حاجه حواليكي. بطلي تشوفي الحاجات بعين الناقد، كأنك بتدوري على النواقص اللي في الحاجات علشان تقولي رأيك في الحاجة. انا حاسة ان احنا من كتر ما بنشوف كونتنت بيعمل ريفيو الاكل او بيعمل ريفيو المنتجات، بقينا خلاص دايما لما بنيجي نجرب حاجة بنحاول نطلع العيوب اللي فيها عشان بس لمجرد نقول رأينا، زي ما الناس اللي بتعمل كده على السوشيال ميديا. يعني لما اكل الحاجة اقول ايه ده، انا ممكن الاكل ده اديله 8 من 10. دي مش طريقة نعيش بيها. استمتعي بالحاجة وبدل ما تطلعي فيها العيوب فكري احسن في الحاجات الإيجابية اللي موجودة فيها. رقم 10، هتبطلي ان انتي تقللي من نفسك وهتتقبلي المدح. لما حد يجي يشكر في حاجه انتي عملتيها اوعي ابدا تقللي منها. لما حد مثلا يجي يقولك شكلك حلو النهارده اوعي ابدا تقولي ايه ده، لا بجد ده انا حاسه ان انا تخنانه، ده انا حتى بشرتي فيها حبوب. اوعي ابدا تعملي كده. لما حد يجي يقولك شكلك حلو قولي لها شكرا وخلاص على كده، حتى مش محتاجه ان انتي تردي لها المجامله. واخر حاجه بقى، هتبطلي ان انتي ما تعمليليش سبسكرايب ولايك وكومنت. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي.